تعرضت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الساعات الماضية لانتقادات بعد انتشار صور لها من كواليس إحدى حفلاتها الأخيرة، وظهرت نانسي في الصور مع مدون يحمل الجنسية الإسرائيلية يدعى إيزيك بلاس، الأمر الذي عرضها لهجوم كبير من الجمهور. وكان المدون بلاس قد شارك صوره مع نانسي عبر حسابه الشخصي في انستجرام معلقا: تحمست للقاء النجمة العالمية الكبيرة في العالم العربي الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حبيبة قلبي. ومن جانبها لم تعلق نانسي عجرم حتى الآن على الأمر والصور التي غزت مواقع التواصل الاجتماعي. وفي وقت سابق أعلن المستشار تركي الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودي أن الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تدخل عالم التمثيل بفيلم جديد بعنوان شغل كايرو تلعب بطولته مع الفنان كريم عبد العزيز. حالة من الجدل الواسع أثارتها الفنانة شيرين عبد الوهاب الساعات الماضية بعد تداول صور لها خلال استعدادها في بروفة حفل ليالي سعودية مصرية. ظهرت شيرين في الصور مرتدية شورت، الأمر الذي عرضها لانتقادات واسعة من الجمهور. وشاركت الفنانة شيرين عبد الوهاب الساعات الماضية بحفل الليلة السعودية المصرية بدار الأوبرا المصرية، وأطلت شيرين عبد الوهاب بفستان ذهبي من تصميم زهير مراد، كان طويلا وبأكمام طويلة بفتحة من الأمام والخلف على شكل 7 وضرابية من منطقة الوسط. أبرز نحافتها